السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا حلا سان سباستيان، حلا جدا لذيذ ويستاهل التجربة. الحلا قريب جدا من التشيز كيك، أنا طعمته في تركيا كان حلو ولكنه حلا زايد، فأنا حبيت أسويه اليوم بطريقة جدا لذيذة وطعم مرة معتدل وحلا موزون. خليكم معايا. أحتاج 500 جرام من جبنة كريمي، 3 بيضات، 250 من كريمة الخفق، رشة ملح، ملعقة ونص نشا، وملعقة ونص دقيق، و200 جرام من السكر. نعمل حبيبات. عندي رشة فانيليا، رشة خل. أخذت جبنة من محلات الكيك طعمها مرة لذيذ، أو ممكن فيلادلفيا. أحط السكر على الجبنة وأبدأ أخفقها بالخلاط الكهربائي لحد ما أحس إن السكر ذاب. بعد ما ذاب السكر أبدأ أحط البيض حبة حبة وأستمر بالخفق لحد ما ألاقيها امتزجت تماما. أحط شوية خل وشوية فانيليا عشان أقضي على زفارة البيض، وأرجع أخلطهم كمان. وراح أحط رشة الملح. أما الدقيق والنشا راح أخلطها على كريمة الخفق، وراح أضربها بالمضرب اليدوي أو بالملعقة، وراح أصفيها قبل ما أحطها على الخليط، لأني أحتاج تكون السان سبيسيان تكون ناعمة وما فيها أي تكتلات للدقيق أو النشا. ممكن نستغني عن الدقيق ونضيف فقط النشا، أو نضيف فقط الدقيق، لكن أنا حبيتها بالنشا والدقيق. خطوة ضرورية ومهمة جدا إنه ننخل الدقيق والنشا مع كريمة الخفق، نتأكد ما في أي تكتلات عشان تصير معانا جدا ناعمة. وهنا راح أرجع أخفقها مرة ثانية وما أطول في الخفق بعد ما حطيت الكريمة، وراح أقشط الأطراف وأتأكد إنه ما في أي تكتلات للدقيق أو للجبنة أو للسكر. وهنا صينيتي جاهزة ومغلفتها بورق الزبدة، ولأن الصينية عندي مرتفعة فما أحتاج أرفع ورق الزبدة. في اللي صينيتها شوية قصيرة ممكن تدبل ورق الزبدة أو ترفعه من الأطراف، لأنها راح تنفش معانا وترتفع فوق. وهنا بسم الله أبدأ أصب الخليط، وهذا القوام اللي طلع معايا، قوام له ثقيل وله خفيف، تقريبا يشبه قوام الكيك أو أثقل شوية. راح أحاول أساوي السطح وأضرب الصينية كم ضربة على الطاولة عشان يتساوى من فوق. وعندي ورق الزبدة ممكن أرفعه على فوق أو أخليه، لأن الصينية عندي مرتفعة وهذا الارتفاع اللي عندي. وراح استودعها الله وأحطها في الفرن من فوق وتحت مع المروحة على 180 إلى 200 درجة تقريبا. أنا خليتها
نص ساعة 180 وخليتها 200 تقريبا 10 دقايق. وهنا صارت عندي جاهزة وتهز، وهذه الهزة اللي تدل على أن السان سبستيان ناجحة. وصارت عندي السان سبستيان جاهزة أو الكيكة المحروقة، لأنه يجي سطحها محروق لكن طعمها جدا لذيذ، ما في طعم أبدا حراق. نخليها في الثلاجة مو أقل من 6 ساعات، لأنه لو خليناها أقل راح تكون سايلة من جوا، فخلوها أكثر وقت في الثلاجة. راح أبدأ هنا أقطعها، خليتها تقريبا 12 ساعة. حطيت السكين في موية حارة مغلية وجففتها، وأبدأ أقطع فيها الكيكة عشان تكون أطراف الكيكة جدا ناعمة. ما شاء الله تبارك الله كيف الأطراف ناعمة، وهذا لأننا نخلنا الدقيق والنشا مع كريمة الخفق. عندي شوكولاتة بلجيكية ذوبتها في الميكروويف، وراح أبدأ أصبها على السان سباستيان. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ما شاء الله تبارك الله، مرة ناعمة ومرة لذيذة وحلاها موزون. اعتمدوها، من الآخر جدا لذيذة، تستاهل التجربة. وممكن تاكلونها من غير شوكولاتة وبشوكولاتة، أنا أحبها في الحالتين. جربوها وادعولي. وحطيت الطبقة الثالثة بنفس الطريقة عن طريق السحب، وأي زوائد للعجينة أدخلها جوة الصينية، بس ما تكون الزوايد كثيرة. راح أرش بين الطبقات موزاريلا، أنا نسيتها في الطبقتين الأولى، فحطوها تعطي طعم حلو. سرعت المقطع وراح أكمل بنفس الطريقة. هنا حطيت آخر طبقة وهي الأكبر، راح أجمع الأطراف وأدخلها جوا، وأغطيها بطبقة حلوة من البشاميل من كل الجهات.
إذا حسيتم البشاميل ثقل معاكم ممكن تحطونه شوية على النار تخففونه بشوية موية. بعد ما حطينا طبقة حلوة من البشاميل وزعتها على كامل الطبقة، وحاولت أدخل البشاميل لداخل الأطراف عشان تستوي العجينة اللي في الأطراف. وراح أرش عليها شوية من البهارات الإيطالية، مو ضروري، وشوية جبنة موزاريلا بس يعطيها طعم مرة حلو. معلومة مهمة، إذا حسيتي إن العجينة عندك شوية سميكة أو البشاميل ثقيل، ممكن ناخد ربع كاسة موية ونصبها في كامل الأطراف قبل ندخلها الفرن. راح أغطي الصينية بالقصدير وأدخلها لأني أبغاها تنكتم مظبوط عشان تستوي. وبعد ما استوت حمرتها من فوق، وطلع معانا أحلى وأجمل لازانيا ممكن تذوقوها.